السلام عليكم يا أحلى وأغلى متابعين ومتابعات قناة قصص مريم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وقضية جديدة ونهار جديد. القضية ديال اليوم وقعوا الأحداث ديالها في مدينة أكادير بالضبط في سنة 2016. غنبداو الأحداث القضية ديال اليوم من نواحي مدينة أكادير، واحد المنطقة اللي كانت كتعيش فيها واحد البنت اللي الاسم ديالها غيزلان. غيزلان كملات قرايتها حتى وصلت للبكالوريا، من بعد بدات كتقلب على خدمة هنا وهنا وهنا ما لقاتش. في الأخير غادي تقرر أنها تبدل المنطقة وغادي تطلع لمدينة أكادير شوية لخدمة ما بعدا متوفرة. داكشي اللي كاين من بعد ما وافقت الأم ديالها. غيزلان اللي كانت كتعيش غير مع الأم ديالها، الأب ديالها مطلق الأم ديالها من زمان ملي كانت صغيرة، وهي كبرات غير مع الأم ديالها وخوتها، وغيزلان كانت هي الكبيرة. غيزلان ملي شدات البكالوريا ما بقاتش باغا تجلس غير في الدار ما كدير حتى شي حاجة، طلعت لمدينة أكادير دبرات على الكرا، كرات قلبات على الخدمة، لقات الخدمة. السيدة الأمور ديالها كلها كانت غادية مزيان، كانت كل سبت والحد كتجي عند الأم ديالها كتجلس معاها حتى نهار الاثنين في الصباح كطلع عاوتاني مدينة أكادير، لأن ما كانتش بعيدة عليها بزاف، تقريبا واحد 20 دقيقة وكتوصل لمدينة أكادير. غيزلان من بعد واحد 3 سنين وهي عايشة في مدينة أكادير ولات كارية الدار بوحدها، الخدمة خدامة مزيان، كتهلا في عائلتها، كتجي كتشوف شنو خاصهم. واحد البنت من الجيران ديالهم، يعني المنطقة اللي كبرات فيها غيزلان كانت عندهم واحد الجارة ديالهم كانت صغيرة على غيزلان. هادي يلاه شادة البكالوريا. الوالدين ديالها في الأول ما كانوش باغيين يخليوها تطلع للمدينة ودير لافاك، قالوا لها صافي شديتي البكالوريا ديالك جلسي تسناي تيجي الرزق ديالك، يعني تزوجي. ولكن هاد البنت اللي غادي نسميوها فاطمة الزهراء ما كانتش باغيه تجلس، كانت واحد البنت اللي قرايه وكانت مصره انها تكمل قرايتها ودير شي حاجه في المستقبل. الوالدين ديالها في الاول كيف ما قلت لكم ما بغاوش، حتى واحد النهار جات غيزلان لدارهم غادي دوز السبت والحد، وتلاقت مع فاطمه الزهراء كيهضروا هكا على الخدمه اكادير كيدير الحركات تما وهادي وهادي. غيزلان قالت ليها انا والخدمه موجوده، انت ضروري خصك تطلعي لافاك تكملي قرايتك وتقدري انك تخدمي وفي نفس الوقت تقراي. المهم بدات كتشجع فيها، ولكن فاطمه الزهراء غتقول لها انه المشكل ماشي فيها هي، وان المشكل في الوالدين ديالها اللي ما بغاوش يخليوها. طرحت عليها غيزلان قالت لها شوفي هضري معاهم الا خلاوك اجي جلسي معايا بما تدبري الامور ديالك، يعني بما تدبري على الخدمه وبما ترستي في الكليه. المهم انا الدار ديالي مفتوحه، وقت ما بغيتي مرحبا بك. هذاك الشيء اللي كاين. غيزلان مشات لأكادير، فاطمة الزهراء عاوتاني رجعات كتجبد الموضوع مع والديها وباغا تطلع للمدينة باش تقرا. في الأخير غادي تقنعهم بعد ما عرفوا أنها غتجلس مع غيزلان، قالوا ماشي مشكل، غيزلان بنت الحي ديالنا كبرات معانا ما غاديش تفرط في بنتهم. وصلت الوقيته اللي غتمشي غيزلان تقيد، مشات تقيدات في لافاك، تقبلات كلشي كان غادي مزيان حتى جات الوقيته اللي غتقرا فيها. جمعات حوايجها ودات العائله ديالها، عطاوها داكشي ديال الفلوس اللي عندهم اللي غادي تقضي بيهم ومشات. ومع من مشات مع غيزلان لانه ديك الساعه كان نهار الحد، غيزلان كانت في دارهم ومشاو بجوج. وبحكم ان غيزلان الدار ديالها كانت مفرشه، فاطمه الزهراء ما كانتش مضطره انها دير الفراش، فقط دات معاها شنطه د الحويجات ديالها، شي حاجه اخرى لا. فاطمة الزهراء بدات القرايه ديالها، كل نهار كتمشي لافاك، ملي كتسالي لافاك كتخرج كتقلب على خدمه، لان عارفه والديها ما يقدوش انهم يبقاو ديما هازينها، خصوصا ان واحد النهار غادي تخرج من الدار ديال غيزلان. دابا راه ساكنه في عبور، ولكن بعد راه خصها تخلص السكره ديالها، كتقلب على خدمه هنا وتقلب هنا، ولكن للاسف ما لقاتش الخدمه. غيزلان كانت صابره عليها، كتقول لها غير بشويه عليك حتى تلقاي الخدمه، الماكله ديالك راكي كتاكلي معايا في الدار، القرايه راكي كتمشي تقراي، انا ما عنديش مشكل، يعني تقدري تبقاي معايا قد ما بغيتي. فاطمه الزهراء ملي كتسمع بحال هاد الهضره كتفرح، كتقول بعدا على الاقل ماشي مضغوطه، ماشي شي واحد اللي غايقول لها السيمانه مثلا خصك تمشي دبري على راسك. فغيزلان قالت لها وقت ما دبرتي على راسك هو هذاك. فاطمة الزهراء كتلاحظ أنه غزلان كانت كتخرج الأغلبية غير في الليل، كتخدم غير في الليل، بالنهار كدوزو غير في الدار، يا إما ناعسة يا إما خارجة تقضي تقضي صوالحها ولا عندها شي غرض كتمشي تقضيه. ملي كتسولها فاطمة الزهراء فاش خدامة وعلاش كتخدمي غير بالليل، كتقول لها أنها كتخدم في لوطيل، والخدمة ديالها هي اللي بغات أنها تخدم في الليل، وبالنهار كترتاح وحتى إلا كان عندها شي غرض كتقضيه. فاطمة الزهراء كتقول لها لا، خصك تولي تخدمي بالنهار، تنعسي بالليل، راه النعاس ديال الليل ما كاينش بحالو. تبقى تنصح فيها، ولكن غيزلا غادي تقول لها لا، انا عكس هاد الهضره اللي كتقولي، انا كيعجبني نخدم بالليل وبالنهار، ماشي الا كان عندي شي حاجه ما نقضي ضروري نقلب على الموافقه ديال المدير عاد كنجلس ديك الساعه ولا ساعتين ولا نص نهار.
فاطمة الزهراء ولات كتولف، كتقول لها صافي على خاطرك، إلا كنتِ مرتاحة في الخدمة ديال الليل على خاطرك. فاطمة الزهراء كانت كتمشي لدارهم حتى هي مرة في السيمانة، مرة في 15 يوم على حساب. وكانت فاش كتمشي لدارهم والديها ما كانوش كيعطيوها شي حاجة كتيرة ديال الفلوس، داك الشي كيعطيوها حدو قدو، خصوصًا أنهم عارفينها ساكنة مع غزلان في الدار ما كتصرف ما والو. واحد النهار شنو غادي يوقع؟ غادي تجي غزلان من الخدمة ديالها وما غتلقاش فاطمة الزهراء في الدار، غادي تسناها تجي ما جاتش. فاطمة الزهراء كان عندها التليفون، كتعيط ليها باش تشوف فين مشات علاش ما جاتش للدار. فاطمة الزهراء التليفون ديالها كان طافي، عيات البنت ما تعيط لصاحبتها ولكن والو، حوايجها مازالين في الدار، المسائل ديالها كلهم مازالين في الدار، ولكن فاطمة الزهراء التليفون ما كتجاوبش فيه وما رجعتش للدار. داز من داك النهار كله، بالليل عاوتاني مشات غيزلان لخدمتها، الغد الليل رجعت للدار كتقلب على فاطمة الزهراء وما لقاتهاش. عاوتاني غيزلان كتصل في التليفون، لحد الآن التليفون ديال فاطمة الزهراء مازال طافي. من بعد الاختفاء ديال فاطمة الزهراء بنهار تقريبا، البوليس غادي يجيهم اتصال باللي تلقات واحد البنت مقتولة في واحد الغابة. البوليس غادي يتحركوا لأين مكان مرفوقين بالشرطة التقنية والعلمية. ملي وصلوا غادي يلقاو واحد البنت اللي كتبان ليها، يعني من المعاينة الأولى كتبان أنه ديك البنت ديال 18 19 20 سنة، طايحة في الأرض وشعرها كله منتوف. هاد البنت كانوا حوايجها كلهم مقطعين، مبهدلة وواكلة العصا ديال بصح. تاني حاجة كيلاحظوا البوليس أنه هاديك الطريق كلها اللي نكدا الضحية كانت فيها واحد الآثار ديال شي واحد مجروح، بحال إلا الضحية كان شي واحد جارها مسافة طويلة عاد تلقاها تما، وتما البنت بقات هكاك حتى ماتت. البوليس غادي يدير واحد مسح دقيق في داك الغابة كلها، لعل وعسى يلقاو تما شي حاجة اللي غتنفعهم في البحث. ولحسن الحظ ديالهم أنهم وهما كيقلبوا غادي يوصلوا لواحد البلاصة لقاو فيه واحد الصاك مليوح بطريقة عشوائية. هداك الصاك ملي غادي يحلوه غيلقاو فيه البطاقة الوطنية ديال شي بنت اللي عندها 20 سنة، وغيلقاو أيضا شي وريقات، شي تخربيقات تمايا، شي مسائل ديال البنات في هداك الصاك. المهم أنه لقاو البطاقة الوطنية، وفي التصويرة اللي في البطاقة الوطنية كيلاحظوا أنها هذيك البنت اللي في البطاقة الوطنية هي نفسها البنت اللي تلقات مقتولة تما. هاد الشي كيعني أنه اللي قتل هذيك البنت موراها رمى الصاك ديالها. وهاد البنت الاسم ديالها فاطمة الزهراء، هي فاطمة الزهراء اللي كتقلب عليها غزلان اللي ما رجعتش للدار. بالنسبة للعنوان اللي تلقى في البطاقة الوطنية ما كانتش في مدينة أكادير، وإنما كانت في واحد المنطقة وحدة أخرى اللي كانت قريبة للمدينة. البوليس بالتنسيق مع الجدرمية ديال هذيك المنطقة غادي يمشيو للعنوان اللي كان في البطاقة الوطنية. ملي مشاو غادي يلقاو الأب والأم ديال فاطمة الزهراء، وغيسولوهم على بنتهم فاطمة الزهراء فين هي. غيقولوا أن فاطمة الزهراء كتقرا في مدينة أكادير، جات نهار السبت دوزاتو هنا، لحد من بعد مشات. ما اتصلتوش بها، ما سولتو فيها، قالوا لا الأغلبية ما كيتصلش بها إلا هي اتصلت بهم مرة في شحال. البوليس غادي يعلموهم بداك الشي اللي وقع لبنتهم، وغادي يتحولوا معاهم لمدينة أكادير باش يتعرفوا على الضحية. الأب والأم بعد ما سمعوا داك الشي اللي وقع لبنتهم، بلا ما نعاود لكم الحالة ديالهم، مشاو مع البوليس لمستودع الأموات وشافوا فاطمة الزهراء وقالوا فعلا أن هذيك بنتهم كتقرا في لافاك في البلاصة الفلانية، وراه ساكنة مع واحد جارتنا. شكون؟ غزلان. فين كتسكن غزلان؟ في الحي الفلاني. البوليس غادي يمشيو لداك الحي اللي كتسكن فيه غزلان وغيمشيو عندها حتى للدار. وكان ديك الساعة بالنهار ماشي بالليل، لقاو غزلان كاينة في الدار. سولوها على فاطمة الزهراء اللي كتسكن معاها، قالت لهم أنها خارجة تقريبا هاد يومين ما رجعتش. إيوا سولتي فيها؟ قالت لهم أنني كنتصل بها ما كتجاوبنيش، التليفون ديالها أصلا طافي. إيوا شنو درتي؟ علمتي والديها؟ سولتيهم؟ مشيتي عند البوليس تحطي بلاغ بحث لفائدة العائلة؟ قالت لهم لا. علاش؟ قالت لهم لأن البنت كبيرة تقدر تكون مشات لشي بلاصة تقضي شي غرض وما رجعتش. البوليس سولوها واش فاطمة الزهراء مولفة كتبات، واش مولفة كتغبر على الدار يومين 3 أيام، داكشي علاش ما سولتيش. هنا غيزلا غتقول لهم لا، الصراحة ما عمرها باتت برا الدار. من النهار اللي جات عندي لهنايا تقرا، كتمشي تقرا بالنهار وكتقلب على الخدمة في العشية، ملي ما كتلقى شي كترجع للدار كتنعس حتى الغد الليل. قالت لهم ما كتباتش على برا، وانا اصلا ما كنكونش بالليل، الاغلبيه كنكون خدامه. شنو كديري؟ خدامه في لوطيل. سولها البوليس في اي اوتيل خدامه، قالت لهم لوطيل الفلاني. ملي سولوا عليها لقاو انها فعلا كانت خدامه في هذاك لوطيل سربايه في مالها ليلي. نرجعوا للتقرير ديال الطبيب الشرعي اللي كيقول ان فاطمه الزهراء تلات مؤخره الراس ديالها كانت ضربه اللي كانت ضربه قويه، وهذيك الضربه بوحدها كفيله انها تقتلها. ثاني حاجه
كيقول الطبيب الشرعي أن فاطمة الزهراء تعرضت للتصرفيق في وجهها، شي واحد ضربها للوجه يعني بحال البنية أولا شي واحد صرفقها في وجهها. حاجة وحدة أخرى أن فاطمة الزهراء تجرات، كيقول الطبيب الشرعي أن فاطمة الزهراء في الظهر ديالها وحتى برجليها من اللور كلها كانت مجروحة ومضروبة. هادشي كيعني أنه داك الأثر ديال الجران اللي كان في الأرض كان ديال فاطمة الزهراء، اللي قتلها وجرها مسافة طويلة عاد تلقاها وخلاها تما وزات. ونيت راه في ديك الأرض اللي جاو البوليس لقاو فيها فاطمة الزهراء ميتة كانت تما الآثار ديال العجلات ديال السيارة. البوليس باغيين يعرفوا ياك فاطمة الزهراء ما تكون عندها علاقة مع شي واحد وهو اللي صفاها لها، ولكن الطبيب الشرعي كيقول أنه لا، فاطمة الزهراء ما عمرها كانت عندها علاقة مع شي واحد نهائيًا، فقط البنت تقتلات بديك الضربة اللي في راسها وكانت مجرورة في الأرض وكلات العصا، هادشي اللي كاين. بالنسبة للوقت اللي تقتلات فيه فاطمة الزهراء كيقول الطبيب الشرعي أنها تقتلات ما بين 5 و6 ديال الصباح. إلا جينا نشوفوا الهضرة ديال صاحبتها غزلان والهضرة ديال الطبيب الشرعي، هاد الشي كيعني أن غزلان كانت كتخرج بالليل، لأن غزلان كتقول فاطمة الزهراء ما كتخرجش بالليل، ولكن الطبيب الشرعي كيقول أنها مع ال5 ديال الصباح حتى ل6 قتلات، إذا البنت ما كانتش في الدار هاديك الوقيتة. سولوا البوليس غزلان إمتى هي كتدخل للدار، يعني إمتى كتسالي من الخدمة ديالها في الملهى الليلي وإمتى كتدخل للدار. غزلان قالت لهم أنها كل مرة معاياش كتدخل، بعض المرات كتدخل مع ال7 بعض المرات مع ال6 ل5 على حساب. كتقول لهم أنه مرة كتلاقى مع شي واحد في هذا في الملهى الليلي وكتمشي معاه، إلا مشات مع شي حد راه كتعطل وما كتجيش بكري، ولكن إلا سالات الخدمة ديالها وجات للدار نيشان راه كتجي مع ديك ال5 ونص 6 كتجي للدار. كيلقاو البوليس أنه هاد الوقيته اللي كتقول غزلان هو نفس الوقيته اللي تقتلات فيه فاطمة الزهراء. كاين احتمال أن فاطمة الزهراء تكون عندها علاقة مع شي واحد أو كتعرف شي واحد وخرجت معاه داك النهار. داكشي علاش الرقم ديال فاطمة الزهراء اللي ما بانش وحتى التليفون ديالها ما بانش غادي ياخدوه وغادي يعرضوه على الخبرة باش يعرفوا شكون آخر واحد اتصل بيها، وهكا غادي يعرفوا مع من تلاقات في هذيك الليلة. رقم الهاتف ديال فاطمة الزهراء مشى للخبرة، وملي غادي تخرج النتيجة غادي يبان أنه فاطمة الزهراء كانت كتصل فقط بوالديها مرة في شحال، وكانت كتصل بغزلان، يعني حتى النمرة ديال غزلان كانت عندها وهي كتصل بها. ملي سولو غزلان قالت لهم أنا كنتصل بها بعض المرات قبل ما ندخل للدار كنسولها واش خاصها شي حاجة نجيبها معايا. هنايا البوليس كيلاحظوا أنه ما كاينش شي واحد غريب اللي كيتصل بفاطمة الزهراء، يعني غالبًا ما عندها حتى شي علاقة بشي شاب. البوليس سولو غزلان واش عمر فاطمة الزهراء مشات معاك لوطيل اللي كتخدمي فيه، واخا غير ضيفة واخا غير تكون جالسة تما بحال الكليان. كتقول لهم لا، أنا ما عمرني ديتها لداك لوطيل وما عمرها أصلًا طلبت مني أنها تمشي معايا للبلاصة اللي كنخدم فيها. البوليس غادي يمشيو للملهى الليلي اللي كتخدم فيه غزلان باش يسولوا واش فاطمة الزهراء عمرها جات لتما أو لا، لأنه ممكن تكون كتمشي لتما وغزلان ما باغياش تقول. ملي مشاو لهداك الملهى الليلي غادي يسولوا العساسة اللي كاينين تما، سولوهم على غزلة واش كيعرفوها، صدقوا كاملين كيعرفوها لأنها مدة طويلة وهي خدامة معاهم تما، كيعرفوها سبايا وهكا وهادي وهادي. البوليس سولوهم واش هداك النهار اللي تقتلات فيه فاطمة الزهراء واش غزلان جات مع شي بنت لهنا. هذاك العساس غادي يقول لهم غزلان كانت جايه مع واحد البنت اللي كانت تقريبا شعرها كحل، ها المواصفات ديالها شنو كانت لابسه شنو كانت لابسه. وهذا الشيء اللي قال داك الفيديو اللي كان خدام تما، دوك الحوايج اللي كانت لابسه هما نفسهم اللي تلقات بهم فاطمة الزهراء داك النهار اللي لقاوها ميتة. وباش يزيدوا يتأكدوا من هذا الكلام هذا غادي يشوفوا أنه كاينين كاميرات المراقبة على برا وقلبوا داك الوقيته اللي تلات فيها فاطمة الزهراء واش كان في الملهى الليلي أو لا، غيلقاو أنه مع ال5 ديال الصباح خرجت فاطمة الزهراء وغزلان من البار وتلاقاو مع جوج شباب جوج دراري بالطوموبيل، ركبوا معاهم ومشاو في حالاتهم. هاد التسجيلات هادو غادي تواجه بهم غزلان، والبوليس غيقولوا لها أنتِ قلتِ أنِّك فاطمة الزهراء ما عمرها مشات معاك للملهى الليلي، ولكن حنا اكتشفنا أنه راه مشات معاك وبالضبط داك النهار اللي تقتلات فيه، حيت حتى الفيديو اللي تما غادي يقول لهم أنه أول مرة كتجي عندنا ديك البنت، يعني ما كانتش مولفة كتجيبها مع غزلان. البنت ملي شافت التسجيلات غزلان غادي تضطر أنها تعترف بكل شيء وبأشنو وقع داك الليلة. غزلان قالت لهم أنه ملي جات عند فاطمة الزهراء ما خدامة ما والو، كتمشي للقراية ديالها كتجي تاكل تشرب دوّش تبدل حوايجها مرتاحة كلشي كان غادي مزيان. وحيت فاطمة الزهراء كل نهار كتقلب على خدمة ما لقاتش، وكل نهار كتجلس مع غزلان كتشكى عليها أنا ما عنديش فلوس خاصني نخدم فين ما مشيت ما كيقبلونيش وهادي وكذا. المهم ديما كتشكي عليها وكانت كطلب منها، يعني دازت واحد المدة ولات كطلب منها كتقول لها شوفي لي نخدم معاك في لوطيل، يعني أي حاجة نقدر نديرها واخا تكون حتى الكوزينة نخدم فيها.
غيزلان قالت ليها لا، الخدمه في لوطيل ما غتقديش عليها بزاف عليك، اللهم تقلبي على شي خدمه في شي محل اولا هكايا شي ميناج شي حاجه بحال هكا تعاوني بها راسك. لوطيل ما عندك ما ديري به. ولكن فاطمه الزهراء لا، كانت مصره وكانت باغيه انها تخدم في داك لوطيل باش تعاون راسها. حتى لهداك النهار غادي تقول ليها غيزلان انه ممكن اليوم تمشي معايا تشوفي بعدا القضيه كيفاش غاديه وتشوفي الخدمه ديالك كيفاش دايره، عاد من بعد قرري، يعني ما تقرريش من النهار الاول. قالت ليها فاطمه الزهراء واخا. هذاك النهار وصلت الوقيته ديال الخدمه، يعني العشرة ديال الليل كتمشي غيزلان الخدمه ديالها، وجدوا راسهم لبسوا حوايجهم وخرجوا من الدار، شدوا الطاكسي ومشاو لهذاك الملهى الليلي اللي كاين في داك لوطيل. دخلوا ليه، غيزلان دخلت باش تخدم بدلات حوايجها وخرجت باش تخدم. فاطمه الزهراء لا، فاطمه الزهراء بقات على برا ككليانه جالسه في الطبله وصافي. وكانت غيزلان مره كتطلع ليها واش خاصها شي حاجه، واش هادي واش هادي. وحيت غيزلان معروفه الناس كيعرفوها تما، دوك جوج شباب اللي خرجوا معاهم شافوها كتهضر بزاف مع فاطمه الزهراء. وحتى هادوك جوج شباب عارفين ان فاطمه الزهراء جديده تما، ماشي شي وحده اللي مألوفه وماشي شي وحده اللي كيشوفوها ديما تما. هضروا مع غيزلان قالوا لها شكون هادي، قالت لهم راه صاحبتي كتقلب على خدمه، واحد من هذوك الدراري قال لها انا اللي غادي نخدمها. جات غيزلان هضرت مع فاطمه الزهراء قالت لها انت هذاك الدراري اللي جالس تما اشنو لابس راه هضر عليك، قال لك انه غيدبر لك على خدمه. فاطمه الزهراء كيحسب لها انه صافي لقات الخدمه وباللي هاد الخدمه فابور، يعني غتلقاها بدون مقابل بحال هكا. غيزلان قالت لها اجي جلسي معاهم شويه وهضري معاهم على الخدمه وفين غتخدمي وكذا وكذا وكذا. فاطمه الزهراء فرحت بزاف ونضت من الطبله اللي كانت جالسه فيها وجلست مع هاد جوج الدراري، الدراري اللي ما كانوش كبارين بزاف، يعني الدري الكبير فيهم كان عنده 32 سنه والثاني عنده 30 سنه. جلست معاهم فاطمه الزهراء كيناقشوا موضوع الخدمه، قالت لهم انا كنقرا في لافاك وخصني نعاون راسي وكذا وكذا، وكتعاود لهم حتى هما كيهضروا معاها. هما ملي كانوا كيهضروا معاها حاطين قدامهم قرعه كيشربوا. سولوها قالوا لها واش انت كتشربي، قالت لهم لا انا ما كنشربش. قالوا لها شربي معنا غير هذا النهار، قالت لهم لا انا ما كنشربش وما كنفكرش انني زعما شي نهار نشرب، يعني شي حاجه اللي بعيده عليا وما كنفكرش فيها. قالوا لها ماشي مشكل. وصلات ل5 ديال الصباح، يعني قريبه ل5 ديال الصباح، الناس صافي غادي يساليو وغيمشيو في حالاتهم. جات غيزلان عند فاطمه الزهراء وهضروا مع هذوك الدراري قالوا لها غادي تمشيو معنا بجوج. غيزلان قالت لهم انا غنمشي معاكم ولكن هاد البنت اللي معايا راه تقدر ما تبغيش. قالوا لها لا ما يمكنش، غير هضري معاها، حنا راه غنخدموها، حنا نديروا لها، حنا هكذا. كيطمعوها. قالت لهم صافي واخا. خرجوا هما على برا، خرجوا الطوموبيل ديالهم وبقاو كيتسناو في الباب باش تخرج فاطمه الزهراء مع غيزلان. وفعلا غيزلان هضرت مع فاطمه الزهراء قالت ليها نمشيو مع هاد جوج الدراري دابا نجلسوا معاهم شويه من بعد غنمشيو للدار. قالت ليها فاطمه الزهراء لا ما كاين علاش نمشيو معاهم، ساليتي الخدمه ديالك يلاه نمشيو. غيزلان بدات كتقنع فاطمه الزهراء باش تمشي معاها، ولكن فاطمه الزهراء ما بغاتش. شويه قالت لها غيزلان عرفتي اش ديري، يلاه بعدا غير نركبوا معاهم يوصلونا بلا ما نشدو طاكسي في هذا الوقت. قالت ليها فاطمه الزهراء واخا. مشاو ركبوا في الطوموبيل. الشيفور اللي كان القدام ركبات غيزلان حداه، والثاني ركب اللور باش طلع فاطمه الزهراء وتركب حداه. هذا الشيء ما عجبش فاطمه الزهراء من الاول. ملي لقات داك الدري هو اللي ركب اللور كتستغرب، كتقول علاش هو ركب اللور، علاش ما تجيش صاحبتي غيزلان حدايا. وكل مره كانت كتنغز في غيزلان كتقول لها طلعي اللور وخلي السيد يرجع لقدام. قالت ليها غيزلان راه هو اللي باغي يركب حداك. البنت ما بغاتش ولكن ما لقات ما تقول من غير انها تسكت حتى توصل للدار. ديك الساعه تفك منهم، ركبات معاهم في الطوموبيل غاديين غاديين وهادوك الجوج كانوا سكرانين، بجوجهم كانوا سكرانين. هذاك اللي اللور مره كيرمي يديه على فاطمه الزهراء وهي ما باغياش، فين ما يرمي عليها يدي كتحيدو، فين ما يرمي عليها يدي كتحيدو، كتقول بعد مني ما تقيسنيش. السيد كيقول لها علاش ما نقيسكش، شكون انت في ملك الله وهادي وكذا. بداو كيتقاتلوا. هذاك الدري اللي كان صايق كان غادي غير للدار ديال اللي غيجلسوا فيها، ولكن هذاك اللي اللور غادي يقول له بدل الطريق، يعني دينا لواحد البلاصه ها فين كاينه ها فين كاينه. كيقصد هذيك الغابه اللي تلقات فيها فاطمه الزهراء. وفعلا الشيفور داز من هذيك الغابه، وقفوا الطوموبيل في وسط الطريق، وهبط هذاك الدري اللي اللور وهبط معاه فاطمه الزهراء وبقى كيدابز معاها. ناضت غيزلان كتفك فيهم ما لقات ما تفك، قال لها سيري طلعي للطوموبيل. فعلا غيزلان قالت لهم انا قلت غنخليهم يفكوا المشكل بيناتهم. طلعت للطوموبيل وخليت له فاطمه الزهراء غير بوحدهم. شويه كان سمعت التصرفيق والسيد كيضربها بالبنيه لوجه وطيحها. ملي طيحها على حجره. السيده ملي طاحت على الحجره حاولت انها تنوض، ولكن ما قداتش. شنو دار هذا الدري اللي ركب اللور؟ ركب في السياره وخرج يديه وشد فاطمه الزهراء من شعرها وقال لصاحبو ديماري وزيد. صاحبو ديمار الطوموبيل الاخر جر فاطمه الزهراء من شعرها، جرها حتى لواحد الوقيته طلقها. ملي طلقها صافي بقات تما، وما كملوا الطريق ديالهم.
هاد الدري اللي ركب اللور لقى الصاك ديال فاطمة الزهراء حداه. شنو دار؟ هز الصاك، حيد من التليفون ديال فاطمة الزهراء، ما عرفتش علاش حيدو، ومن بعد رمى الصاك في داك الغابة وكملوا الطريق ديالهم. غيزلان مشات معاهم للدار، حتى الغد الليل جات للدار كتسنى باش فاطمة الزهراء زعما تجي، ولكن ما جاتش. علاش؟ لأنه غيزلان غادي تبين أنه ما كانش عارفة أن صاحبتها راه طاحت على الحجرة وممكن تموت في أي وقت. عند بالها أنهم غير مدابزين وأنه راه ضربها وجرها، ولكن راه غادي تنوض وتكمل الطريق وتمشي للدار. ولكن ماشي هاد الشي اللي وقع، لأن فاطمة الزهراء ماتت في ديك الوقيته اللي خلاوها تما. من بعد ما اعترفت غزلان بداك الشي اللي وقع كامل، غادي يعيطوا لهادوك الجوج اللي بطبيعة الحال غزلان غتعطيهم العنوان ديالهم وفين ساكنين. مشاو جابوا هاد جوج الشباب هادو وزيروهم حتى هما وحاصروهم بالأسئلة، واجهوهم مع غزلان اللي اعترفت بكل شيء، وحتى هما اعترفوا وقالوا انه فعلا وقع مشكل بيناتهم. واشنو كاين اشنو كاين شنو كاين. وهذاك المجرم اللي كان اللور كيقول انه ما كانش ناوي يقتلها، ولكن كان غير باغي يهددها ويخلعها. ولكن كون ما كانش باغي يقتلها وما كانش ناوي انه يقتلها، علاش قال لهم دوزوني من الطريق ديال الغابه؟ اكيد هو كان ناوي يدير شي حاجه، والله اعلم. والصديق ديالو اللي هو مول السياره اللي كان سايق، حتى هو غادي يعترف وغايقول داك الشيء اللي قالوا هاد الجوج هو اللي كاين. يعني الاعترافات ديالهم كلهم كانوا متطابقين. غيزلان كانت باغي تدي فاطمه الزهراء باش تخدم معاها مع في لوطيل. ملي شافت انه هادوك الدراري كانوا باغيينها، قالت اللهم تخرج معاهم وتجيب الفلوس. هكا باش فكرت غيزلان. ولكن فاطمه الزهراء ما عمرها كانت كتفكر انها تخدم هاد الخدمه هادي، بالعكس، البنت كانت قرايه وباغا تكمل قرايتها ودير المستقبل ديالها، ولكن ماشي بالفساد، وإنما بغات دير المستقبل ديالها بقرايتها. غادي تقدم غزلان وحتى هادوك جوج الدراري اللي معاها للعدالة. بالنسبة لغزلان تحكم عليها ب15 سنة، وحتى اللي معاها الشيفور حتى هو تحكم عليه ب15 سنة. أما بالنسبة لهداك الدري اللي ضرب فاطمة الزهراء وقتلها، غادي تحكم بالمؤبد. هنا غادي نكون ساليت القضية ديالي. وإلا وصلتوا معايا حتى لهنا كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة ديالكم للفيديو. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، التعليق ديالكم، وإلا مازال ما شاركتوش في القناة شاركوا. وبلا ما نزيد نطول عليكم، السلام عليكم حتى لا فيديو جاي إن شاء الله.